اليوم وصفتنا تقدم بأفخر المطاعم العالمية، طبعا طريقة مضبوطة نفس طريقة المطاعم. طبعا نسويها بالبيت اعتيادي راح تصير أطيب وأطعم وأحلى من إيد أم البيت. طريقة مضبوطة، مقادير مضبوطة. اليوم راح نسوي حمص بطحينة بالصنوبر واللحم المفروم، طريقة مضبوطة، طعمها كلش طيب إن شاء الله. سوونها وعلى قلوبكم قلوب أحبابكم بألف صحة وعافية. لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، تعليقاتكم الحلوة. بس نقول بسم الله ونبدي وصفتنا. شلونكم؟ إن شاء الله الكل يكون بألف خير وصحة وسلامة وعافية. رجعت لكم هذا الفيديو اليوم. فيديونا راح يكون طبق يعني يا إما جانبي يا إما رئيسي حسب رغبتكم، لكن صدقوني طعمه كلش طيب، وأكيد أكيد إن شاء الله تحضرونه، وأكيد كل أفراد عائلتكم يحبونه إن شاء الله، وعلى قلوبكم مقدما بألف صحة وعافية. طبقنا اليوم راح يكون طريقة الحمص بطحينة باللحم المفروم والمكسرات. أنا منزلة طريقة الحمص بطحينة، الفيديو موجود على قناتي، نفس طريقة المطاعم، يطلع كريمي وتخين وطعمه كلش طيب، يعني نفس طريقة المطاعم. وأيضا منزلة فيديو حمص بطحينة باللحم المفروم، أيضا الفيديو موجود على قناتي، طعمه كلش طيب. اليوم راح أحضرنا لكم باللحم المفروم والمكسرات، طريقة كلش روعة، يقدمونه أيضا بالمطاعم كطبق جانبي، طريقة مضبوطة مليون بالمليون. صدقوني إن شاء الله إن شاء الله تسوونها وراح تعجبكم، وعلى قلوبكم وقلوب أحبابكم بألف صحة وعافية. لكن قبل لا نبدي، فضلا وليس أمرا، اللي شاهد قناتي لأول مرة يدعمنا القناة باللايك بالاشتراك طبعا أول شي، ويدعمنا القناة والفيديو باللايك وفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم إشعار بكل وصفات اللي أقدمها إن شاء الله. هسه نقول بسم الله وعلى بركة الله نبدي. طبعا أنا اليوم سلقت الحمص مقدما على مود لا يطول عليكم الفيديو. طريقة السلق التقليدية اللي نسلق بها الفاصوليا، الحمص، اللوبيا. أنا اليوم استخدمت هذا الحمص المجروش، وما شاء الله خير من الله موجود عندنا يعني يوزعونا إياه بالحصة التموينية. خليت تقريبا نص كوب من الحمص، وخليت عليه كوبين ونص من المي. انتم اذا سلقتوا مو سلقوا نفس طريقة من نسوي ريد الشوربة او كذا العدس، لا، خليت نص كوب من الحمص وعليه غسلته طبعا، وعليه كوبين ونص من المي. من شفت الحمص استوى 90% عفوا، يعني رفعت كمية من المي وخليته على نار ناصية كلش قليلة، شلون من هدر التمن لحد ما وصل هذا القوام. شوفوا هسه اشوفكم يا بنات، شوفوا خليت كوبين ونص من المي وخليته على نار عالية. شفته استوى 90% وموجود بعد به كمية من المي وفيرة. رفعت الكمية الزايدة وخليت كلش قليل من المي، خليته على نار قليلة كلش لحد ما نشف. شوفوا صدقوني هاي طريقة السلق تحصلون على أطيب 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 حمص بطحينة ونفس طريقة المطاعم. أكيد راح أضيف له هنا عندي 3 فصوص من الثوم كبار بارشتهن بارش، وأيضا عندي هنا عصير ليمونة كاملة، وعندي ملعقتين كبار من زيت الزيتون. هاي الوصفة زيت الزيتون ضروري بيها. وعندي ربع كوب من المي البارد المجرش مخليته بالثلاجة. وهذا الصنوبر بعدين نكمل. هسه راح أخلي الحمص بطحينة بالخلاط، خلاطة الطماطم يعني نحضر بها الطماطم وهاي الشغلات، وأخليها طبعا أضيف لها الثوم والعصير النومي، عصير الليمون عفوا، والزيت الزيتون والمي، وأخلطها لمدة 3 دقائق وأرجع لكم. عفوا ونسيت ما ذكرت لكم، اعتذر من عندكم، عندي ملعقة الكوب، نص ملعقة كوب ملح. هسه راح أخلي المواد كلها هاي بالخلاط ومدة 3 دقائق أضربهم بالخلاط وأرجع لكم. ومن بعد ما خلطت الحمص تقريبا 3 دقائق إلا شوي، شوفوا بنات شلون الثخن مالته صار، شوفوا كريمي وسوفت وثخين. شوفوا بنات انتم المي اللي خليته أقل من الربع، المي مو فد قياس، احتمال انتم الكمية مالتكم تكون كثيرة. تعرفون الحمص نخلي نص كوب يشمر، يعني من سلقة يزيد يصير تقريبا كوب، الحباية مالته تشمر، فقيسوا يعني شلون. هسه أنا أقل من ربع الكوب، تقريبا 5 ملاعق يعني الحدود. شوفوا شلون ثخين. هسه راح ننتقل للطباخ على مود يعني نكمل باقي الخطوات. هنا أنا عندي من الكمية من اللحم تقريبا 100 غرام، قليلة كلش. سالقتها بنات، يعني مو سالقتها مخليت لها ماي، بمعنى لا، غاسلتها ومخليتها تفور بالمي مالتها يعني مستوية. بس راح أخلي لها شوية من السمنة النباتية، إذا عندكم سمنة حيوانية بعد أفضل، بس سمن
ولا تضيف، وقليل كلش من الملح بس. هي هاي يعني، ونكمل نحمس اللحم وارجع لكم. وهنا أنا على نار شوية متوسطة ضفت ملعقة ونص من السمنة النباتية. انتم إذا سمنة حيوانية بنات تطلع بعد طعمها أطيب. أبدأ أحمس باللحم مدة من 3 دقائق إلى 4 دقائق. ومثل ما قلت لكم أنا اللحم سالكته، بس مو سالكته يعني بمعنى مخليت له مي وكذا، لا لا لا، غسلته وخليته بالمي مالته، يعني المي السوائل اللي نزلها استوى ونضج. وما صورت لكم أنا بعد يعني طريقة سلق الحمص أو من خليت اللحم هو المي مالته يسلق أو يفور بنات، لأن هي هاي طريقة تقليدية يعني الكل يعرفها. وأحاول يعني قدر المستطاع ما أخلي الفيديو يكون طويل عليكم. حمس اللحم جيدا وأرجع لكم. وهنا أنا حمست اللحم لمدة دقيقتين، بعدها نزلت عليه نص ملعقة كوب من الملح. بنات هذا أيضا يعني نزل بعد مي من عند اللحم. شوفوا قد ما أنا خليته فار وسلق بمية، بعد شوفوا نزل شوي. هسه راح أخليه ينشف تماما من المي مالته وأرجع لكم بالخطوة اللي بعدها. وهنا أنا بدأ المي ينشف، خليه كلش نزل من المي دي، لأن أنا بنات مثل ما قلت لكم خليته ناشف من المي دي. ضفت له بعض نص ملعقة زنجبيل مطحون. شوفوا على مود شنو هو بالحمص ما تبقى بيعزف. بعد هذا الزنجبيل يطلع الزفرة تماما. هسه انحمس عندي اللحم، راح أخليه بهالطريقة على جهة كله أخليه على جهة، وأخلي لي بعد فد ملعقة من السمنة أنزل عليها كمية من الصنوبر وأرجع لكم. هنا مثل ما تشوفون النار على الوسط بنات، أقل شوية من الوسط. ضفت كمية من الصنوبر، أنا ما أريد أحمسها يعني ويا اللحم، لا، وأنا أريد أخلي من الصنوبر على الجهة للتزيين. فأنتم إذا تحبون يعني تحمسونه ويا اللحم كله عادي حسب رغبتكم. شوفوا بنات راح أبدي أحمس بيه لحد ما ياخذ لون الصنوبر وأخلي منه على الجهة وأرجع لكم. وهنا أنا مثل ما تشوفون رفعت كمية من الصنوبر خليتها على الجهة. هذا الباقي راح أجانسه ويا اللحم مدة نص دقيقة، بعدها ننتقل حتى نخليه في صحن التقديم ونزين طبقنا. هسه هنا أنا خليت كمية من الحمص بالطحينة، ويعني نسوي له فد شغلات بالماعون. بنات أعتذر شوية الإضاءة ما واضحة لأن الكهرباء بصراحة منقطع عندنا، ومعتمدة على يعني على الجلوب أو على الإضاءة الاقتصادية. هسه راح أضيفن عليه اللحم وأرجع لكم. هسه هنا ضفت اللحم والصنوبر اللي خلطته ويا اللحم. الصنوبر اللي خليته على الجهة للتزيين بعدني ما ضايفته. هسه راح أخلي على الجوانب حسب رغبتكم، رشة من النعناع المجفف، رشة من النعناع الأخضر، رشة من السماق أو السماق. أنا راح أخلي رشة من البابريكا حسب رغبتكم. هسه هنا مثل ما تشوفون خليت رشة من البابريكا ورشة من النعناع المجفف. شوفوا شلون واضح. وأيضا خليت رشة من النعناع المجفف على اللحم والصنوبر. هسه راح أزين الطبق بالصنوبر اللي قلت لكم خليته على جهة. شوفوا التزيين بنات حسب رغبتكم. وهنا أنا مثل ما تشوفون خليت أيضا قطع من الصنوبر. بنات تزيين حسب رغبتكم. وأخير شيء رشيت إذا تشوفون واضح رشة خفيفة تقريبا ملعقة من زيت الزيتون. بنات إذا تسألون تقولون من ضفت الزيت الزيتون للحمص بطحينة مرت هرسة أو أضربه بالخلاط، إذا أحد يسأل يقول مثلا هل يجوز نستبدل زيت الزيتون بالزيت العادي؟ لا بنات ما يصير. حمص بطحينة نضاف له زيت الزيتون. وشوفوا شلون أبيض وسوفت وكريمي. شوفوا شلون أبيض نفس طريقة المطاعم بعد أطيب. شوفوا أنا مثل ما قلت لكم الحمص بطحينة سويته بطريقة المطاعم مضبوطة، ومنزل الفيديو على قناتي، وأيضا منزل الفيديو حمص بطحينة باللحم المفروم. لكن اليوم حمص بطحينة باللحم المفروم والصنوبر، وطريقة شوية يعني تختلف عن الطرق السابقة. طعمه كلش طيب. تقدرون تخلونه طبق جانبي أو مثلا جوا عتالي الليل حسب رغبتكم، حسب رغبتكم وحسب ما تحبون أنتم. صدقوني هاي الوصفة راح يحبها الصغار والكبار. ولا تنسون آخر شيء رشة زيت الزيتون، يعني من خليت رشة البابريكا وبعدها رشة من النعناع المجفف أيضا حتى على اللحم المفروم، والصنوبر رشيت نعناع مجفف مطحون. بعدها خليت قطع من الصنوبر لا على التعيين، يعني خليت شوية هنا شوي يعني حسب ما أنتم تحبون.
وأخير شي وليس آخرا، خليها تقريبا ملعقة طعام من زيت الزيتون، رشيتها على الحمص بطحينة، مو على اللحم، لا على الحمص بطحينة. إذا تلاحظون شوفوا هاي رشة زيت الزيتون آخر شي ضرورية جدا، طعمه كلش طيب صدقوني ما ينشبع منه. طبق جانبي يتقدم بالمطاعم، بأفخم المطاعم، طريقة المطاعم المضبوطة، سووه على طريقتي وإن شاء الله راح يعجبكم وعلى قلوبكم بألف صحة وعافية. أتمنى اللي يشاهد قناتي لأول مرة يدعم القناة، إن شاء الله يعجبه محتوى القناة، يدعم القناة بالاشتراك والضغط على اللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل وصفات اللي أقدمها إن شاء الله. إن شاء الله تسوونه على قلوبكم وعلى قلوب أحبابكم بألف صحة وعافية. ألتقي أنا وياكم في فيديوهات قادمة، أترككم في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.